السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قمر، عامل ايه؟ هسألك انا النهارده سؤال. هل اليومين دول وانت شغال مع ربنا سبحانه وتعالى ومقطع نفسك طاعه، بتعمل كل حاجه ومصحح حاجه صغيره كده مكانها القلب؟ ايوه، مكانها القلب. عارف هي ايه؟ اقول لك، النيه. مظبط نيتي ومصححها ومخلصها لله سبحانه وتعالى بس، ولا بعمل كل ده عشان يتقال عليا انا بقيت جامد وبصلي، ولا بقيت شيخ، ولا ان انا بنفق عشان ناس تقول عليا كريم وجواد؟ خلي بالك ان الموضوع ده ممكن يخلي ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبلش مني اي حاجة خالص من اللي انا عملتها. يا محمود بلاش احباط، والله ده ما احباط، انا بحبك وبموت فيك وخايف عليك يا قمر. بص، خد بالك ان في حديث رواه سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني أنا لو بعمل الحاجة عشان الناس تقول علي حاجة، ولا عشان يبان علي حاجة، ولا أيا كان، صدقني 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 ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى مننا ان احنا نعمل اي حاجة ما تبقاش خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. يعني بصلي عشان ربنا يرضى عني، وبصوم عشان ربنا يرضى عني، بغض بصري عشان ربنا يرضى عني، ما بسمعش اغاني عشان ربنا يرضى عني، بعمل كل حاجة عشان ربنا يرضى عني، كل حاجة، ومحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. وانا متاكد ان اللي عند ربنا سبحانه وتعالى احسن مليون مره من كلام الناس عليا ان انا جامد وشيخ وحلو وجميل ومؤدب ومحترم. صدقني الكلام ده كله مش هينفعني في اي حاجه خالص لما ارجع ربنا سبحانه وتعالى. طب يا محمود، انت كده قلت لي كل حاجه ومعلشتني من غير ما خليتها تفرج عليا. لا، انا مش هسيبك كده. خد مني وقول ورايا الكلمتين دول، دعاء سنه سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عشان يخرجنا من اللي احنا فيه. قول ورايا: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. من هنا بقى ورايا، خلي بالك من دلوقتي محتاج كل حاجه اعملها تبقى لمين؟ لله سبحانه وتعالى بس. انا بحبك في الله يا قمر. وصل الفيديو ده لكل الناس. في ناس كتير مش عارفه ان انا وانت محتاجين نصحح نيتنا لله بس. هتلاقيني في كل حته، على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب. اكتب بس هاشتاج معلش هتفرج، هتلاقيني في كل حته. واعمل لي كومنت واعمل لايك وشير. عرف الناس ان في ناس بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بشكل سهل وبسيط. انا بحبك في الله. سلام يا قمر.